الله الرحمن الرحيم. نحن قيادة الجبهة الشمالية والمجلس العسكري في محافظة إدلب التابعة لهيئة الأركان العامة نعلن عن تشكيل الفرقة 13 بقيادة المقدم أحمد سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وإيمانا منا بالله أولا وبالوطن وإرادة الشعب ثانيا وبفساد هذا النظام الظالم الذي أقدم على تدمير أكثر من ثلثي البلد وأجهز على البنى التحتية وكل مقدرات البلد، وذلك كله من أجل المحافظة على سيادة رجل فاسق فاجر ظالم. قررنا نحن قادة الألوية والكتائب العسكرية التالية في المجلس الثوري العسكري بإدلب: لواء عباد الرحمن، لواء درع إدلب بقيادة الثوري أيمن عباس، لواء درع الشمال بقيادة الثوري مهنا عمار الدين، لواء فرسان الحق بقيادة المقدم فارس بيوش، لواء ثوار الأحرار بقيادة محمد المؤيد، تجمع كتائب درع خان شيخون بقيادة الرائد مصطفى الكنج، لواء ذيقار المقدم حسن جاويش، لواء الحمزة محمد الأطرش، لواء التوحيد وسام الزين، جبهة ثوار سراقب محمد أبو طراد، تجمع كتائب ألوية صلاح الدين، لواء أحرار 15 آذار بقيادة الرائد موسى حمود الخالد، لواء الإمام البخاري بقيادة النقيب علي السلوم، لواء الحسم بقيادة عبد السلام إبراهيم. نحن أفراد سوريون أصحاب أرض وحق ندافع عن حقوقنا وحريتنا. خرجنا لاستعادة كرامتنا ولم نخرج محبة في القتل أو التدمير، ونحن ملتزمون بالحفاظ على تراب سوريا متماسكا قويا والمحافظة على النسيج السوري مهما كلفنا ذلك من ثمن، راجين من الله تعالى النصر وداعين الله تعالى بالفرج لأسرنا ومعتقلينا، حافظين حقوق شهدائنا وملتزمون بنهجهم الوفاء وتقديم أغلى ما نملك لتحقيق أهدافنا وتقديم دمائنا هدفا لذلك، والله ولي التوفيق. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!